يا جماعة هذا الفيديو لا له فيديو للضحك ولا مثل الفيديوهات اللي بعملها. فينكن تعدوا شكر، امتنان، محبة، شو بدكن سموه. وعلى فكرة كتير عالم ما رح يعجبون الفيديو، وإن شاء الله حدن 60 جهنم، لأنه الإنسان الشريف والنظيف بيحكي الشي اللي أنا عم بحكيه. هذا الشي بخص، خلينا أول شي نبلش. أنا رح أعرفكم عن حالي. أنا أنس، الأصل فلسطيني سوري، خلقت بسوريا، سوريا الحبيبة، سوريا الذهب، سوريا أحلى بلد بالعالم، وعشت فيها 24 سنة. ولو ما صار الحرب وطلعوا هالناس وطلعنا معهم، مستحيل إنه نفكر نطلع منها. يا جماعة رح أحكيكم شي انتو اغلبكم يلي عايشين برات سوريا ما بتعرفوا هذا الشي. انا كفلسطيني ما كنت حس حالي فلسطيني بسوريا بصراحة. يعني ليكني انا بحكي شامي، يعني خلقت بيناتهم وعشت بيناتهم ورحت على مدارسهم وقعدنا مع بعض وتجوزنا منهم. ما بحس حالي انه انا الا سوري بصراحة. وبزعل على الشي اللي صار بهيك شعب عريق، شعب نظيف. تعرفوا شو يعني شعب؟ رح أقلكن، الفلسطيني مو الحكومة اللي دعمته ولا أي حدا دعمه. لو الشعب ما بده إيانا كان من زمان قالنا الله معكم. هي ليكن جيراننا شايفين شو بيعملوا بالهي. ما بدي أدخل بموضوع السوريين وهي، بس أنا عم قلكن علي أنا شلون تعاملنا نحن بسوريا. مو بس أنا، كل الفلسطينيين اللي عاشوا بسوريا بيعرفوا هالشي. إذا كانوا أشراف يحكوا هالحكي، يلي ماله شريف يصطفل إن شاء الله حده 60 جهنم. الشعب السوري ما في أنظف منه. اشتغلنا مع بعض وأكلنا مع بعض وأحلى عالم وأحلى ناس. الشي اللي صار فيه هلأ والله حرام، والله العظيم حرام. إن كان بتركيا عم يجروها نجر، إن كان ما بدي أدخل بالدول العربية. ومو بس نحن، يعني بتذكر كمان وقت إخواننا اللبنانية صار عليهم حرب، والله فتحنا لهم بيوتنا. نحن أنا وجماعة من الناس فتحنا بيوتنا. إخواننا العراقية والله بعيوننا حطيناهم. أنا ما عم لكم، أنا عم لكم بعد حالي منهم وفيهم. لذلك بتمنى أمنية من رب العالمين. إذا رب العالمين كل واحد مننا بده يموت، يعني هذا الشي لابد منه. بتمنى رب العالمين يوم اللي بيجي ساعتي كون بسوريا. هاي أمنيتي، مشان أندفن بسوريا، أحلى بلد بالعالم. السلام عليكم.